السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة ديال اليوم غتهضر على الجيران. قصة ديال كوثر تعرفت على عمر، كان كيدرس معاها ومن بعد قرروا انهم يتزوجوا. تقدم ليها وافق الاب ديالها وتم الزواج. حتى لهنا كانت الامور بألف خير. مشاو سكنوا في واحد البلاصه اللي كانوا كيفكروا يسكنوا فيها من قبل. سكنوا في ديك البلاصه مكالمين مع راسهم، هانيين، داخلين سوق راسهم كيف ما كنقولوا، حتى الوقت اللي جاو سكنوا حداهم واحد الجيران جداد. هادوك الجيران النهار اللي سكنوا فيه فاش غيبدا المشكل. اول نهار جات الجاره عند كوثر وطلبات من عندها السكر واتاي. قالت لها الله جينا ساكنين وكنا مدعوجين مع الرحيل وكذا وكذا، وإلا كان عندك شويه اتاي في السكر. كوثر تعجبات من هاد الطلب، انا يجي الواحد اول مره غيجي عندك يدق لك الباب ويطلب منك بحال هاد الطلب، جاتها غريبه نوعا ما، ولكن قالت ماشي مشكل، لانه هذه اول مره غادي يطلب منها شي حاجه، ماشي مشكل. عطاتها السكر واتاي. فاش جات الزوج ديالها لانه كان شايفهم كينقلوا الرحيل ديالهم، قال لها يمكن الا شي جيران جداد جاو سكنوا حدانا. قالت لي وياه اجي نعاود لك شنو وقع. وعاودت لي شنو وقع، ويقول له واش باقي شي ناس كيطلبوا السكر واتاي. قالت لي وهداك الشيء اللي جاني في شكل، وانا اول مره غتدق عليا وطلب مني هاد الطلب، ولكن قلت ما فيها باس. ويقول لها ماشي مشكله، لا ولكن من الاحسن ديري بينك وبينها حدود باش ما تصرش عليك، والواحد ديما ياخذ ثقاره احسن حاجه في هذا الوقت. في الغد جات عاوتاني دقات عليها الجاره وبدات كتطلب منها، مره طلب من عندها مولينيكس، مره طلب من عندها الزيت، مره طلب الدقيق، وهي كتحشم وما كتقدرش ترفض. كتجيها يعني بحال كيغلب عليها الطيبه ديالها، كتغلب عليها وما كتقدرش تقول ليها لا. هو بعض المرات كتصيفط ولدها يقول لها واش كاين، فاش كيجي من المدرسه فيا جوع، واش عندكم شي حاجه ناكلوها، راه الله جيت من المدرسه وماما ما كايناش. المهم كانوا داصرين عليها بواحد الطريقه ما يمكنش. وهي فاش كتحاول يعني في بعض الاحيان كتبغي تقول داك الدري ما عنديش وهذا، كيبدا يعيط على ماما، وهي كتضطر انه تعطيه ديك الحاجه احسن ما تجي ماما وتطلب شي حاجه اللي هي اكبر واكبر. واحد المره جا عندها وقال لها بانه ماما قالت لها تصبر ليهم شي حوايج لان الماكينه ديالهم خاسره. يعني كانوا كيطلبوا شي اشياء اللي بزاف ما يمكنش. وفاش كتبان لها بانها يعني تعصبات ولا هذا، كتقول لها ديك الجاره ديالها وانا راه ما كنطلب منها حتى شي واحد غير انت، حيت كنحسبك بحال اختي. ولكن هذا الشيء راه زاد على الحد ديالو، كل مره كيتزاد اكثر واكثر. فواحد المره دق عليها داك الولد وكانت صافي وصلات فيها العظم كيف ما كنقولوا. فاش دق عليها فتحت ليه الباب، قال لها راه خاصنا شويه الزيت. قالت له ياك المحل كاين، المحل حداكم كاين الحانوت، خذوا داكشي اللي بغيتو. قال لي هذاك الحانوت ديال خالي. قالت لي هذاك غير الحانوت ديال خالك وما كتاخذش منه، جاي عندي انا. فمشى كيبكي وعاودها لماما. جات عندها وقالت لها حشومه عليك، انا ما توقعتهاش منك ديري بحال هكاك الولد. صافي ومشات، وهي تقول الحمد لله. هي تقلقات الحمد لله، غير تقلق واحد شويه ونتهنى، وبعدا غير تفهم راسها عند بالها بان هذيك الجاره ديالها راه صافي
ما بقاتش غادي تعاود تجي عندها. ولكن للاسف في الغد دقات عليها، فتح ليها ولدها وهي تدخل عندها بدون استئذان، ولقاتها بملابس اللي اي وحده كتكون في دارها كتكون يعني واخده راحتها، ملابس اللي كتلبس في دارها. فقالت لها زوينين هاد الحويجات عندك، حيت هي مولفه فاش كتبغي يعني تحليها الباب ولا شي حاجه كتلبس شي عبايه هكا ولا شي حاجه اللي مستوره باش تحافظ على الخصوصيه ديالها. يعني من الاحسن الواحد فاش كيبغي يستقبل شي واحد يعني ما كيلبسش دوك الحوايج اللي مولف هو يلبسهم في الدار قدام اي واحد، وبالخصوص الناس الغرباء. ولكن هذيك كيف ما قلنا ما استأذناتش، غير دخلات لقاتها بدوك الحوايج وتقول لها والله الا زوينه عندك هاد الكسيوه. كانت لابسه واحد الكسيوه في الاحمر، قالت لها زوينه عندك. وقالت لها هي قالت للجاره ديالها الله كنت غادي نلبس العبايه ونجي نطلع لك. يقول لها وانا راه ماشي غريبه، راه بحالي بحالك، يعني بحالي بحال اختك. ولكن هذا الموضوع قلق كوثر بزاف، واخا ما بيناتش ليها. ايوا في الغد جيت عندها عاوتاني وتقول لها بغيت نطلب منك واحد الطلبيبه وما ترديهاش ليا في وجهي. قالت لها شنو بغيتي؟ هي تقول لها الجاره ديالها بغيتك تسلفيني ديك الكسيوه اللي كنتي لابسه. قالت لها كوثر واش منيتك كتهضري؟ قالت لها وياه وشنو فيها؟ قالت لها هذيك شي حاجه شخصيه ما يمكنش نسلفها لك. غادي تمشي يسولك راجلك عليها شنو غادي تقولي ليه ديال جارتي؟ قالت لها لا ما غاديش نقول ليه ديال جارتي، هو اصلا ما غايبداش يسولني عليها، ما عرفت علاش كتكبري الامور. قالت لها كوثر شوفي انا ما يمكنش نسلفك ديك الكسوه لانه داكشي انا كنعتبره شخصي، الا انت جاتك شي حاجه عاديه فانا لا. فالجاره دارت في ديك التقليق عاوتاني ديال بلعاني ومشات. ايوا وديك ديك الساعه مشات كوثر عند ماماها، دوز عدا شي يومين ومن هاني ترتاح شويه من هاد الجاره اللي باغا تخرج لها العقل. ايوا فاش مشات وهي تلاقى بماماها قالت لها ماماها مالك ياك لاباس؟ بنتي ليا مغيره ماشي هي هذيك. وهي تقول لها كوثر اش غادي نقول لك ماما، سلط عليا الله واحد الجاره باغا تخرج لي العقل. قالت لها علاش شنو دارت ليك؟ قالت لها ما كتعياش من التسلاف، راه كتسلف شي حوايج اللي ما يمكنش يطيحوا لك على بال، كلشي كتسلف كلشي، هي عايشه فابور، اي حاجه طيح لك على بالك كتسلفها. واخر حاجه توقعتها انها تسلف من عندي وغتسلف من عندي حوايجي ديال الدار اللي كنلبسهم، شي حاجه اللي ما كتسلفش كاع. تقول لها ماما فكرتني غير فواحد الجاره كانت عندي شحال هادي، ولكن درت لها واحد القالب وانا نتهنى منها. تقول لها بنتها اعتقيني يا ماما اعتقيني وقولي لي شنو درتي؟ قالت لها الا طلبات من عندك شي حاجه حتى انت بالمقابل طلبي من عندها شي حاجه وتكون غلا من ديك الحاجه اللي طلبات من عندك. تقول لها والله الا فكره. ايوا مشات لدارها. ايوا الغد اللي جات عندها الجاره وقالت لها بغيت شويه القهوه الا كانت عندك. وهي تقول لها واخا انا غادي نشوف لك، وبين ما نجيبها لك جيبي لي شويه الزيت، بغيت نطيب الغدا ولقيت الزيت ما كايناش. هذيك الجاره بدات كتهضر مع راسها وكتقول وانا قلت لها غير شويه القهوه وهي طالبه من عندي الزيت، واش هذه من نيتها؟ هي ما عارفاش الزيت فين وصلات. وتقول لها والله ما خبيتها عليك الحبيبه باقي ما خديتها. وهي تقول لها كوثر وبلاتي مشات للكوزينه ورجعت وقالت لها كانت في القهوه، ولكن الصراحه انا مشيت عند الوالده خليتها، جيت دابا ما لقيتهاش حيت كان بقى فيها غير شي شويه يمكن كملوها الوليدات. ايوا صافي ديك الجاره مشات. ايوا في الغد مشات عندها كوثر وقالت لها عفاك عطيني شويه تيد لك تنصب الحوايج وما لقيتوش، وحتى الشطابه الا كانت عندك ترست ليا. وهذيك الجاره ما عجبهاش الحال، تقول لها شوفي يا اختي انا راه حالتي على قد الحال،
انت راه شايفه كلشي، باش بدات كل مره تطلب مني بحال هكا راه بزاف. هي تقول لي هكا كوثر، ياك حتى انتي كطلبي من عندي وما كنقول لك حتى شي حاجه؟ وهي تقول لها وانا كنطلب من عندك حيت كنعتبرك بحال اختي، عليها كنجي نطلب من عندك. وهي تقول لي هكا كوثر، وحتى انا كنعتبرك بحال اختي، عليها جيت عندك دابا. وهي تقول لها شوفي يا اختي، الاخوه اللي فيها غير المصالح ما عندنا ما نديرو بها. هذه هي الهضره ديال الجاره زعما. ايوا من اليوم انتي في حالك وانا في حالي، كيف ما كيقولوا صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، كل واحد منا في طريق، انا هادشي ما خدامش ليا. ايوا صافي، مشات كوثر وبديك الحيله تهنات من ديك الجاره اللي حولت الوجهه لجاره اخرى باش تعاود معاها نفس السيناريو. الله يهدي ما خلق. شنو الراي ديالكم في الحل اللي دارت كوثر؟ وكون كانت عندكم شي جاره بحال هادي اشنو غديروا معاها؟ كنتمنى تعطيوني اجوبه ديالكم في التعليق. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.